امتى استخدم اسلوب الاستئذان مع ابني؟ لما سألنا السؤال ده لأولياء الأمور، في بعضهم قال المفروض نستخدمه طول الوقت، والبعض الآخر كان شايف انه أحيانا المفروض نستخدمه. طب احنا نقدر نحكم ازاي انهي إجابة هي الصح؟ ببساطة خالص اللي بيحكمنا هو فعالية الأسلوب. هل لما بنستخدمه طول الوقت فعلا بيكون فعال والولاد بيسمعوا لطلباتنا؟ ولا أوقات بنيجي نستخدمه ونلاقي الولاد ما بيسمعوش كلامنا برضو؟ طبعا هنا قدرنا نحكم ان الإجابة الصح هي أحيانا. الأوقات اللي ينفع نستخدم فيها أسلوب الاستئذان ويكون فعال هي الأوقات اللي بنكون فيها هاديين أو في لحظات الاسترخاء، يعني الأمن مستتب. هنا لما بطلب من ابني أي طلب بطريقة اجتماعية مقبولة وأقول له لو سمحت أو من فضلك قبل ما أطلب، فعلا الولد بيسمع الكلام وبيستجيب لي، وكده بقى أسلوب الاستئذان هنا فعال. أما في أوقات تانية بنكون متضايقين ومش مستحملين أي ضغط من أي حد، الأوقات دي طبعا الأمن فيها ما بيكونش مستتب، فبنكون عايزين الولد يسمع كلامنا في لحظتها. هنا الأوقات دي لو استخدمنا فيها أسلوب الاستئذان ما بيكونش فعال، والولد فعلا ما بيسمعش الكلام وبتقلب فجأة لانفعال سريع وممكن خناقة كبيرة بيني وما بينه. يعني مثلا انت راجعة من الشغل وتعبانة ومش مستحملة أي صوت، وابنك عمال يتنطط على الكنبة جنبك وانت عايزاه يبطل، راح قلتيله بمنتهى اللطف لو سمحت ممكن ما تتنططش على الكنبة؟ راح برضو كمل تنطيط، راح قلتيله بصوت أعلى لو سمحت بطل تتنطط على الكنبة. راح برضه هو مكمل ولا في دماغه، راح هوب طلعتي سلاحك السحري واديتيله العلقة التمام وقلتيله مش قلتلك لو سمحت؟ مش قلت انا لو سمحت؟ هنا ايه اللي حصل؟ ايه اللي حولك من حمل وديع لوحش مفترس كالابن في دقايق؟ اللي حصل انك حاولتي تعملي مجهود وتبقي هاديه، وابنك برضه تجاهلك وما سمعش الكلام، راح فكرتي ازاي يتجرأ الولد ويتحداني بعد ما كنت لطيفة معاه؟ والله لو اوري، لكن هنا بمنتهى البساطة ما كانش الوقت المناسب عشان تستخدمي اسلوب الاستئذان قبل ما تطلبي طلب من ابنك، لان دي مش لحظات هدوء، وكمان انت عايزة ابنك ينفذ الطلب بسرعة وفي لحظتها. فكان الافضل انك تتكلمي بنبرة حاسمة وبقوة، مش انك تستأذني. فهتقولي له بحزم وبصوت عالي وقوي الكراسي مش للنط. كده الولد هيوقف السلوك بسرعة، واذا كمل نط وما سمعش الكلام، هنا ما بتستنيش، بتروحي بسرعه وبحسمه وبتنزليه وانت بتقولي له الكراسي مش للنط، وبكده ابنك هيسمع الكلام. اتمنى كده تكون ميزتوا امتى نستخدم اسلوب الاستئذان عشان يكون فعال، وامتى نبدله باسلوب الحسم. اشوفكم على خير الحلقه الجايه.